السلام عليكم. قناة ديزا ترند تهتم بكل قضايا الساعة وبكل ما هو جديد في الجزائر. نرجو منكم الاشتراك وضغط زر اللايك لدعمنا. مرحبا. أغلب الجزائريين هذه الأيام سمعوا بقضية اختفاء اليوتيوبر المشهور في الأوساط الشبابية بفيديوهاته الفكاهية القصيرة المدعو فكري بن شنان، حيث أن الأخير خرج من بيته بمدينة وهران قاصدا غابة كانستيل لممارسة رياضة الركض كعادته، لكنه لم يعد منذ ذلك الحين، إلى أن تم إيجاد جثته في شاطئ صخري من خلال أحد الشباب الذين تطوعوا للبحث عنه، ومن ثم تم ترجيح فرضية سقوطه من أعلى الجرف. لكن عدة فرضيات بقيت غامضة، كما أن الشكوك بدأت تساور معجبيه بأن مقتله لم يكن مجرد حادث، إنما كانت جريمة مدبرة، خصوصا بتوفر عدة دلائل واقعية تدعم شكوكهم، وهي أن المكان الذي وجد فيه بعيد جدا عن المحيط الذي كان يمارس فيه المرحوم الرياضة عادة. كما أن الشباب الذين اكتشفوا الجثة قالوا أن هذه المنطقة هي من أخطر الأماكن في الغابة، كما سنرى في الفيديو المتضمن شهادة أحدهم بعد قليل، ناهيك أنه قد تم إيجاد قميصه قبل أيام على بعد مسافة معتبرة من مكان الجثة. ويبقى السؤال مطروحا: هل تم قتل فكري بن شنان أم أنه مجرد حادث عادي؟ اليوم درت في راسي صباح شربت قهوه، غسلت وجهي، قلت شيبانيه كيما العاده راني رايح نتريني، هوت هكا غلطه في واحد المكان، قعدت نحوس ايا تلاقيت كي شغل حاجه من بعيد، فيسا تاعه كحلو و لابس تريكو تاعه، هو فكرينو كيما شته في لا فيديو. قدمت كي شته عاود طلعت للجبل، قلت تلاقيت البومبيه، عيطت لهم كاع، جاو عندي كاع يجروا، هوتهم لهذا المكان وشافوا الجثه. شافوا الجثه، الاهل تاعه هودوا كاع كونفيرماو بلي هو، والله يرحمه ويوسع عليه. وهذه البلاصه اللي لقيتها فيها هي اخطر مكان في هذه البلاصه، الله يرحمه ويوسع عليه. في كل الأحوال ندعو للفقيد بالرحمة والمغفرة، ونرجو أن تستطيع السلطات حل لغز موته في أقرب الآجال. أعزائي، لا تنسوا دعم المقطع بلايك والاشتراك في القناة لدعمنا. كان معكم صديقكم يوسف من قناة ديزا ترند. وكاش قال لي حزتك وتعيش هذه وكي تكون فاشل غادي يحزدوك الناجحين وتولي ناجح. هي صغير لسه صاي، هي صاي ستوري انفلونسر.